دارا زيك بايو سوماورو مومودو كوفي كوبا سيكار كوني اساني بوا كوفي كونغوتي ساكا نورو وفوفانا ابراهيم. بالنسبة لشباب قسنطينة سيدريك بهلول سامر معيزة جيل بيرتي نايت يحيى زرداب دراج حنايلي وحديوش. تشكيلة منقوصة كمال. فعلا نشوفوا شباب قسنطينة يعني تشكيله منقوصه، يعني فيه لاعبين كثير لاعبين مصاب. الصف الثاني بزاز امامكم موجود في دكه الاحتياط الى جانب بولمدايس حمزه عناصر اساسيه منها المصابه ومنها بعض العناصر المريضه، نتمنى لها الشفاء والعوده لتدعيم تشكيله نادي مدينه الصخر العتيق المدعم اليوم. قلت نتيجه ايجابيه. الاعاده والصامون امامكم يوقف قاطره الاماميه. كره في وسط الميدان الى نايت يحيى. جيل نغومو الكاميروني في الاسترجاع وفي المحور ايضا الى معيزه عادل. معيزه عادل طويله والى الامام. خبام يتدخل من هناك. حنايني والعمليه نايت يحيى. البحث عن رفيق زرداب. عوده الى الوراء الى بهلول نغومو بيرتي تمريرات قصيره بين عناصر شباب قسنطينه لجلب الخصم. نايت يحيى للوراء. جيل نغومو. شوف كل المنافذ مغلقه كمال كما ينبغي. يعني نشوفوا انتشار جيد وتموقع. قائلا الامس بانه تنقل الى مدينه الصخر العتيق ليس من اجل النزهه. بالنسبه للفريق الضيف الساك كابيجان الذي فاز على فريق باماكو المالي في الدور الفارط. شوف هنا شفنا نقل الكره بالكيفيه الجيدة. شفنا يعني هجمه سريعه منظمه، يعني حتى رده الفعل تاع اللاعبين من الوضعيه الدفاعيه للوضعيه الهجوميه، يعني كان تحول سريع من طرف لاعبين تاع ساك ميموزا هو ما شكل خطوره زياده على النسوج الكرويه يعني السهله البسيطه. يعني لاعبين يلعبوا على لمسه واحده، شفنا يعني باللي شكلوا خطوره على دفاع لانه راح يكون خطير في الهجمات المعاكسه. برنار سيمون دي السياسي في مهمة صعبة للغاية أمام عملاق مثل ساك ميموزا، لكن ليست بالمستحيلة. وعودتنا الكرة الجزائرية على التحدي والإنجازات. هذا بهلول. غيابات كثيرة، نتمنى نرجو ونامل ألا تؤثر على تشكيلة الفريق القسنطيني. وممتازة. يلا زرداب. وماذا يقول؟ كانت خفيفة. شوف التدخل القوي. هنا الحارس ضيع الكرة. فيه إعاقة، يعني فيه إعاقة على اللاعب زرداب، وحتى السقوط تاعو يعني شوف الارتواء تاع الركبة لهنا والرجل هنا، يعني سقوط حتى ان شاء الله تكون سلامة الاصابه تاع ان شاء الله. السقوط كان واضح كمال فعلا، والسقوط نوعا ما خطير. ونتمنوا احنا مشاركه بولمدايس يعني تكون اكثر فعاليه حتى يعني مع مرور الوقت ان شاء الله. وهنا نشوفوا هل فيه امكانيه عوده زرداب، وهل فيه امكانيه دخول بولمدايس، هل راح يقدر يعني يقاوم ويقدم يعني مده ساعه كامله، يعني الشيء اللي مطلوب منه. المهمه صعبه. حنايني تبادل كروي نايت يحيى. شوف التجمع والعوده السريعه الى المنطقه عندما يخسر فريق 100 والى الامام. يطلب الكرة زرداب لكن متأثر بالإصابة والدفاع يتدخل. لابد التحكم الجيد في المساحات. معزول نوعا ما حنايني كرأس حربة. نغومو والاستنجاد بسيش يمثلوا الخط الأمامي. حذاري من الهفوات، أخذ ورد. لابد من السنافير من تشجيع فريقهم وفي أمس الحاجة لمساندة معنوية.
نايت يحيى، العودة إلى مايزة عادل، أنيق مايزة عادل إلى بيرتي، كرة تمشي بالعرض ثم السمر، ما فيش حلول كثيرة، والعودة مرة أخرى إلى الحارس سيدريك. مايزة عادل يرفع راسه، كرة طويلة من هناك، زرداب يعود وبقوة، زرداب يحاول عن طريق المراوغة، دراج في مقابلة ثارية له، غاري بدر في المكان المناسب يتمكن من الكرة. الجزائري والإيفواري في كان 2013 بجنوب افريقيا. يلا نتمنى ان تاتي الاصابه الاولى، هدف واحد يكفينا يلا يا شباب. والى والتوجيهات دائما بالهجوم، وكره ممتازه ربما الاصابه. زرداب من جديد يحاول التوغل وركنيه حارس دولي حنيني وحديوش وزرداب وشجاعة كبيرة. يلا سمر أرضية وممتازة، والركنية الثانية الأوركسترا القسنطينية تبدأ العزف الآن وإلى خارج الحب الزي الأصفر. عاسك ميموزا، بيرتي وزرداب وشجاعة كبيرة من الدفاع إلى الهجوم. يلا حنيني وتسونغاري بدرة. والشباب قسنطينة ضروري أنه يستغل، شوف في عزيمة الآن، فيه إرادة، فيه لعب رجولي، يستغل المنطقة تاع 30 متر يعني على بعد مرمى الحارس ميموزا، يحاول يسيطر على المنطقة ديك ويلعب بتمريرات في العمق، لأن شفنا تمريرتين في العمق خاصة على الجهة لأن شباب قسنطينة بدأ يدخل رويدا في المقابلة مع نايت يحيى. حذاري يلا لابد من توقيف هذا اللاعب. حذاري قلت، وسيدريك يعطيك الصحة يا محمد يا سيدريك، أنقذ الموقف، أنقذ السياسي منها. في قاموس كرة القدم ما فيش مستحيل أمامنا. نقوموا وها هي اللوحة الجميلة من توقيع من إمضاء السنافير أنصار أو فيها شباب قسنطينة. مايزة عادل، كرة عرضية لبيرتي من هناك، بيرتي يلا واحد لاعب قريب يطلب الكرة. زرداب موجود في الدفاع وفي الهجوم كهمزة وصل حقيقية بين خطي الدفاع والهجوم. سيدريك، سي محمد أمامية، بهلول لم يتمكن. مايزة عادل وحذاري من الأخطاء والانطلاقة من فوفانا إبراهيم. فوفانا تماس، زرداب، بيرتي، طويلة وإلى الأمام. حديوش وحنيني ودراج مع الكرة الثابتة وبيرتي. كومو جيل كاد أن مقابلة جيدة إلى جانب حكام آخرين. لدينا طبيب بشاري محمد، والقائمة طويلة، قائمة طويلة يعني الصافرة الجزائري يعني فيها حكام جيدين وحكام، ولكن شوية الظروف اللي. دراج يلا، دراج أمام 1 2 3 من الشجاعة والقوة لاختراق هذا اللون الأصفر كله موجود للخلف. وحنيني أو حديوش وسهل الكرة. كوفي كوبا، حديوش وحنيني، إيصال الكرة بكل شجاعة لدراج ثم ساكونوكو، والانطلاقة من الخطير بواكوفي رقم 23. وهناك كوفي كوبا، بواكوفي وكوفي كوبا ترجع لدراج لم بيرتي ند للند. شوف صراعات بيرتي ما يتفوق عليه، التركيز وسوء التمرير هما اللي قاعدين يضيعوا في الكرات اللي يتعبوا باش يجيبوها وبعدين يضيعوها بكل سهوله. دراج كره بينيه وفي العمق من هناك لحديو باليمنى. بوكوفي قويه تصطدم بالدفاع والانطلاقه من حديوش وحنيني ينتظر الكره. مايزة، نايت يحيى طويلة
والى الامام. تعود مرة أخرى لعناصر شباب قسنطينة. تغيير من سامر إلى بهلول. بهلول للخلف، نقومو جيل نقومو معيزة، ما فيش حلول أخرى. إيصال الكرة للرفيق، كرات طويلة ودراج. يلا يا دراج، المراقبة الأولى وزرداب. زرداب يلا توغل يا زرداب. ما فيش مساندة، معليش عن الخطأ هنا، بإمكانه التوغل والبحث عن الخطأ. عدم وجود رفيق، مساندة رفيق جديدة أخوية بين جميع الأندية الجزائرية. كل التوفيق للسياسي وللوفاق ولكل الأندية الجزائرية. حسرة وحيرة بالنسبة لهذا اللاعب الهداف السياسي حمزة بولمدايس.